سنة 1996 كان الوطن العربي على ميعاد مع واحدة من أشهر الأغاني الوطنية اللي اتعملت فيه. مش بس كانت أغنية، دي كانت حالة عامة بتعبر عنها الكلمات، وشبه مطلب شعبي حاول المغنيين فيه يوصلوه للدول العربية، لعل وعسى يكون في أي رجا منهم وياخدوا أي خطوة. الأغنية دي رغم إنها لا تتخطى كونها أغنية، مجموعة من الكلمات والألحان والمغنيين اللي من بعض الدول العربية مش كلها كمان، لكنها كانت رمز وحالة عامة بتعبر عن حلم اتمناه كل عربي في يوم من الأيام. وأكيد انتوا عرفتوا احنا بنتكلم عن ايه. أيوة بالظبط كده، أوبرة الحلم العربي. الحلم العربي هو كان أغنية وكل حاجة، لكنه فضل لفترة طويلة فكرة بتتردد من وقت للتاني. أوبرة الحلم العربي بالرغم انه اتعمل قبل بداية الألفية ب4 سنين، لكن صداه سمع بشكل كبير جدا مع حلول عام 2000، وبالأخص بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو اللي هي انتفاضة الأقصى. أوبرة الحلم العربي مش بس كان أغنية الناس حبوها وارتبطوا بيها، لا ده كمان كان أداة بيستخدموها في الإعلام والأفلام علشان يوصلوا بيها بعض الرسائل، زي ما شفنا في فيلم همام في امستردام اللي ظهرت فيه الاغنيه دي بشكل مباشر في لحظه الصلح بين طه القناوي وسيد شعلة، وظهر معاها كمان صوره المسجد الاقصى لزياده رمزيه ودلاله الاغنيه. حبي ما هو بالكلمه الفعل وبالاحساس، كن ضي وبسمه ونجمه ودليل في طريقي، حلمنا وفي كل زمان وحدة كل الأوطان، كل الخلافات حتزول وكفاية انك انسان، حلمنا وفي كل زمان وحدة كل الأوطان. طيب بعيدا عن ان دي اغنيه وبعيدا عن اختلاف الناس في مدى جدوتها او الاستفاده منها، بس السؤال اللي بيطرح نفسه هو فعلا لو حصل واتحقق الحلم العربي ده ايه اللي ممكن يتغير؟ يعني ايه الاستفاده من تجمع 22 دوله عربيه في صف واحد وتكوين كيان مشترك، فضلا عن امكانيه مشاركه بعض الدول الاسلاميه الثانيه كتحالف عربي اسلامي؟ ايه يا ترى اللي ممكن نشوفه لو حصلت التحالفات دي؟ وهل هي ممكنه اصلا في الواقع ولا هتفضل حلم غير قابل للتحقيق؟ ده اللي هنحاول نوضحه في حلقة النهاردة. أنا محمود جمعة وده برنامج إنسان. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. خلينا نفترض فرضيتنا على الوطن العربي بس، باعتبار يعني ان الحلم العربي اتحقق وبقت الدول العربية كيان واحد. عارف ايه النتيجة؟ خد عندك اجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة بيتخطى 3.7 تريليون دولار. انت متخيل الرقم ده؟ لو حبينا نكون جيش عربي موحد حرفيا مش هيقدر علينا غير ربنا. هتلاقي معاك 3.5 مليون جندي جاهز ومستعد، ده غير الملايين من قوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. اما بقى عن التسليح والامكانيات العسكرية فدي قصة تانية لوحدها. عارف لما طلبت من تشات جي بي تي انه يجمع لي عدد القطع العسكرية في الوطن العربي كانت الارقام ايه؟ اسمع كده وركز معايا. اكتر من 5500 طيارة عسكرية، سواء كانت مقاتلة او مروحيات او طيارات شحن عسكرية وتزويد بالوقود، ما يقارب 25,000 دبابة واكتر من 80,000 مدرعة. المدفعية بتشكل حوالي 25,000 قطعة. أما عن القوات البحرية فهتلاقي عندنا 1500 قطعة بحرية، ده كله غير العدد الضخم من الأسلحة الخفيفة والتقيلة والراجمات وآلاف الأنظمة الدفاعية والرادارات والصواريخ التكتيكية والباليستية، وهتلاقي كمان آلاف من المسيرات والقنابل والروبوتات العسكرية. وده على فكرة أرقام تقريبية مش أكتر، لأن في حاجات كتيرة بتكون أسرار عسكرية مش مصرح بتداولها. ولو كمان التحالف ده ضم معانا دول إسلامية كبيرة زي تركيا وباكستان، فانت كده تمام يا معلم، قفلت اللعبة. معاك سلاح نووي في باكستان وأسلحة استراتيجية ومسيرات حديثة في تركيا، ده بالنسبة للتسليح. أما عن الأرض فاحنا ربنا كرمنا بمساحة كبيرة جدا وموقع استراتيجي. 14 مليون كيلو متر مربع هي مساحة الوطن العربي، الممتد من المغرب العربي وموريتانيا في الغرب للعراق وسوريا في الشرق واليمن والصومال في الجنوب. المساحة الكبيرة دي بيتخللها مجموعة من أهم الممرات المائية في العالم، زي قناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق، وبرضه ما ننساش مضيق هرمز اللي عليه كل الحوارات الايام دي، واللي اثبتت لنا الايام ان شريان الطاقه الاول في العالم. انت حرفيا بتقفل على جزء كبير جدا من اسيا وافريقيا واوروبا. مش بس كده، الارض الكبيره اللي بنحكي عليها ديت فيها ثروات
تخليك ملك. اولها واهمها الطاقه، النفط والغاز الطبيعي. عندك دول الخليج الاعلى في احتياطات الغاز والنفط في العالم، ده غير ليبيا والعراق والجزائر. الوطن العربي فيه السودان، الكنز اللي غرقان في الصراعات والحروب. عندهم اراضي صالحه للزراعه تقدر ب 200 مليون فدان. عارف يعني ايه؟ يعني 712 الف كيلو متر مربع، وده تقريبا بيعادل مساحه العراق وسوريا والاردن مجتمعين. انت متخيل؟ السودان البلد الفقيره اللي مش لاقي ياكل، لا وكمان هي تعتبر اخصب ارض زراعيه في افريقيا كلها. مش بس السودان بتتمتع بالاراضي الزراعيه، لا دي كمان عندها ثروات مهوله من الذهب والمعادن النفيسه. بس طبعا كلنا عارفين هي بتروح فين. مصر البلد اللي نسبه الصحراء فيها بتتخطى 96%، موجود في ارضها كنز حقيقي ربنا من علينا بيه. طبعا ما تسرحش بعيد، مش الاثار. الكنز ده يا سيدي هي الرمال السوداء والمعادن النادره. مصر تعتبر واحده من اكتر الدول في العالم اللي فيها احتياطي معادن نادره وعناصر مشعه زي الزركونيوم والتيتانيوم والمونازايت واليورانيوم والثوريوم. وبما ان انا راجل كيميائي فخليني اقول لك ان المعادن دي لو انت فعلا استغلتها صح هتنقلك في حته تانية خالص. طبعا معادن زي دي استخلاصها يعني صناعات متطوره، الكترونيات وصناعات عسكريه حديثه ووسائل نقل ومصادر للطاقه. لكن طبعا الحاجات الحلوه دي احنا مالناش دعوه بيها، احنا سايبينها للاجيال اللي جايه. نروح للمغرب. كنت تعرف ان المملكه المغربيه فيها 75% من الاحتياط العالمي من الفوسفات، يعني موطن لصناعه الاسمده اللي اكيد هتحتاجها لو حبيت تزرع في السودان او اي مكان تاني. ده غير الاحتياطات الضخمه في الاردن والسعوديه ومصر برضه. ننزل تحت شويه، نسيب المغرب وندخل موريتانيا، هنلاقي واحده من اكبر احتياطات خامات الحديد في العالم. كميات كبيره جدا من خامات الحديد واهمها خام المغناطيت كوارتزايت اللي يعتبر من افضل الخامات واعلاها في نسبه الحديد، يعني اساس للصناعات كلها، التسليح والانشاءات. ده غير الاحتياط الكبير من اليورانيوم برضه. بس تعالى كده نفصل واقول لك نكته. اكتشفوا في موريتانيا منجم كبير لليورانيوم اسمه تريس، وده بقى فيه احتياطات بحوالي 27 الف طن من اكسيد اليورانيوم. طبعا اخواتنا الموريتانيين اكيد فرحوا جدا، والف حمد وشكر ليك يا رب، واخيرا باب السماء اتفتح لنا. تقوم موريتانيا تعمل ايه بقى؟ تتعاقد مع شركه استراليه اسمها اورا انرجي بحيث تشغل المنجم ده. والمقابل بقى كان ايه؟ 85% من العائد بيروح للشركه الاستراليه و15% بس بيروح الموريتاني. بس كده خلصت النقطة. أخيرا وليس أخيرا، علشان ما نتكلمش كتير لأن الموضوع ده محتاج حلقات طويلة مش فيديو من كام دقيقة. أهم وأكبر ثروة في الوطن العربي هي الثروة البشرية اللي بتقترب من نص مليار إنسان، فيهم عقول فذة وقوة جبارة، ونسبة الشباب اللي بتتجاوز 30% من إجمالي السكان. وده بيخلي منطقة الوطن العربي هي الأعلى في العالم في نسبة الشباب اللي أعمارهم بتتراوح بين 15 و 30 سنة. وطبعا دي قوة كبيرة كفيلة تعمل لك طفرة اقتصادية وعلمية وعسكرية، بس نستغلها صح. والسؤال دلوقتي بيطرح نفسه، طيب ايه المانع اننا نعمل التحالف ده وكلمة الوطن العربي تبقى حقيقة واقعية مش مجرد مصطلح وخلاص؟ اقول لك العلم علمك والله، انا لحد الان ما اعرفش ايه السبب. مكان كله بيتكلم لغة واحدة وبيجمعهم رابط الدين والثقافة المشتركة والاعراق والانساب المتداخلة، وهم في الاصل كانوا واحد مفيش بينهم اي تفرقة. ايه المانع بقى؟ ده يا اخي دول اوروبا اللي كل دولة فيهم بتستخدم لغة شكل وثقافات وقوانين مختلفة، عاملين الاتحاد الاوروبي ومحافظين على ترابط قوي بينهم وعملة واحدة ودفاع مشترك. فين المانع عندنا بقى؟ كل اللي اعرفه ان البلاد العربية مفيش بينها حدود، وان المحتل الاجنبي هو اللي حط بيننا خطوط وهمية واقنعنا بقوميات مختلفة علشان نفضل متفرقين. طيب هل نقدر نعمل ده دلوقتي؟ ليه لا؟ انت شايف مانع؟ انا عن نفسي مش شايف مانع، بل بالعكس بقى. بعد الاحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي اللي انضربت بسهولة جدا ومحدش قدر منهم يرد، ولا الحليف الأمريكي دافع عنهم بأي حاجة، بل سابهم تحت مرمى النار عادي جدا. في مقابل دفاعه المستميت عن الكيان اتردد بشكل كبير نبرة الوطن العربي من تاني والوحدة العربية. وليه لا أننا ما نعملش جيش عربي موحد يدافع عن بلادنا ويحمينا من أي تهديد، ونفكنا بقى من أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وشوية الدول اللي مش بتوكل عيش دي. السؤال فعلا ليه لا؟ يمكن ده من اكتر الاسئله اللي مش لاقيين لها اجابه منطقيه، بس ممكن تشاركونا وتقولوا لنا ليه لحد الان مش قادرين نعمل كده. سلام. اكيد من بعد صباح الحلم ما هو مستحيل.
الندم تحقيقه مباح، والليل لو صار طويل أكيد من بعده صار